السلام عليكم، كي بقيتوا؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الظروف والاحوال. نهار جديد وفيديو جديد. نتمنى هذا الفيديو انه يعجبكم وين الاعجاب ديالكم. المهم غادي نشارك معكم فيديو زوين ديال الزيتون الاخضر. هانتوما تبارك الله ما شاء الله، هنا عندي كيلو ديال الزيتون وقلت غادي نشاركه معكم. هانتوما تبارك الله ما شاء الله قداش الحبه. هانتوما شوفوا ما شاء الله، غادي نصوبو هكا. شوف غير حبه ديال الزيتون قداش تبارك الله ما شاء الله، دايره غير ديال الصغار. هانتوما هذا غادي بغيت انا نصوبو بحال الزيتون اللي كيتباع هانتوما دابا الطريقه كيفاش غادي نصوبو. عندي هنايا هذه ديال الثومه، غادي نجيب هاد الحبه ديال الزيتون هنا وغادي نصوب لها هكا. بسم الله. هانتوما والعظم كيخرج هنايا صافي، وكنصوبو هنا في الماء غير الحبات الصغار، اما هادو كبارين. هانتوما هادو غادي نشرطهم، هادو غادي نصوب هكا. هانتوما ولكن هو من هنايا ما كيجيش بحال هذاك اللي كيتشرى. هانتوما هنا كيجي بحال هكا، لكن من هنايا خصنا غير تحيد له هذا، فماشي مشكل. هانتوما طريقه زوينه. بالنسبه لهذا كاين اللي كيصوبوا هكا، انا هذه الطريقه اللي غادي نصوب. المهم هذه كنظن هذه هكا كيصوبوا. هانتوما وغادي نصوبوا هكا في الملحه، نصوبوا وقيله غير في الماء، غادي نخليه هكا غير في الماء، ومن بعد غادي على ما تحيد له داك الحراره عاد ندير له وقيله الحامض. نصوب له الماء والملحه، لحقاش الماء هكا ديال السوده غادي باش ما يضيعش. ومن بعد عاد نصوب له هكا الحامض. الله، من بعد عاد نصوب له هكا الحامض. نتوما نحيد له بحال هكا غير بالراس ديال الموز. ولكن هما اليدين كيسبق هكا في اليدين. هانتوما تبارك الله ما شاء الله الزيتون قداش، وكنصوبو هكا في الماء باش ما كيكحالش. هانتوما شوفوا تبارك الله ما شاء الله، راه في الكاميرا ما كيبانش كثر، ما كيبانش بحال الواقع. هانتوما في الواقع كيبان احسن من الكاميرا. هانتوما هاد فيها الطبايح. هذا هذا غير ملي كنوقع لك ملي كان كيجنيوه كيطيح هكا في الارض وكيتصوب. هذه هي الطريقه، مهم الطريقه ديالي انا. غادي من بعد منين يطيب داك الساعات نشاركوها ثاني معاكم حتى يطيب. ولكن نقدر هاد الفيديو هذا نقدر نحطو يعني دابا، ولكن منين يطيب ما عرفتش. يعني نقدر نحط هذا الفيديو دابا، نقدر حتى يطيب عاد نوريكم الطريقه، اولا ملي غير نصوب هذا الفيديو دابا ومن بعد ملي يطيب يلا ان شاء الله. صافي هانتوما صوبت شحال تو كامل دقيق كحال باش انا درتو هكا في الماء. هانتوما لكن هما اليدين كيرجعوا كحل هكا بهاد الزيت. صراحه انا تصالح غير على شي دجاجه محمره كان حامض طايب بزاف. اللي غادي يشوفوا هاد الزيتون هذا تبارك الله ما شاء الله غادي يعجبهم هكا، غادي يعجبكم وتخليوها تعليق ديالكم ان شاء الله باذن الله. عاد قبيله مهم سولاتني واحد متتبعه قالت لي ورينا الطريقه ديال الزيتون
كيفاش كتحمضي الزيتون. ما المهم دابا عاد اول مره غادي نشوف هاد الزيتون كيفاش غادي نصاوبوا الطريقه ديالي انا. دابا عاد غادي نصوبوه على ما يطيب، وداك الساعه نشارك معكم هكا شرموله اللي غادي نبغي شنو غادي ندير انا في شرموله خاصه بيا انا بافكار بسيطه. هذه مثلا قاصح كيكون صراحه بحال هكا، ما عرف شنو كيديروا له، كيرجع بحال هذا، كيكون هكا كحل الزيتون كحل، ما عرفتش واش كيديروا له المسخون وقيله ولا شنو. صافي وهادو اللي صغار غادي نصوبهم هكا، غادي نصوبهم شوف هانتوما. هذه ديال الثومه كنجيب هكا هانتوما، ها هو العظم اللي كيتحيد، وراني هذا مصوبه في الماء باش حتى هو ما يكحلش هكا، ما يكحلش. هانتوما دغيا كيتحيد هكا العظم، طريقه زوينه. كنشوفو كيصوبوه هكا بستيلو، كل واحد كيفاش كيصوب له هكا الطريقه. كنت دخلت هكا اليوتيوب وكنشوف طريقه كيفاش كيصوبوه. هذه ديال هكا زوينه هكا بهذه ديال الثومه، دغيا كيتحيد هكا العظم. المهم خليو لي في التعليقات ديالكم كيفاش كتصوبوا نتوما هكا الزيتون، واش بهاد الطريقه هذه ولا بشي طريقه واحده اخرى. هانتوما هانتوما ودابا كما كتشوفوا من بعد ما ساليت هكا كان عندي كيلو تقريبا، كيلو جوج طبعا كيفاش نرجعو المهم ماشي مشكل. هانتوما انا هذا اللي طلع هكا فوق الماء يعني بدا كيكحل، ولكن ماشي مشكل، انا غادي نصوبو هكا بشي حاجه ونعمرو هكا عليه بالماء، وما غنديرلوش هاد النهار الملحه، غادي نخليه تقريبا قال شي يومين بحال هكاك وعاد نصوب له هكا الملحه. المهم هادشي اللي كنشوف. المهم هادشي غادي نصوبو على طريقتي. هنا كما كتشوفوا هذا اللي صوبته هكا هانتوما كيفاش جا. هانتوما راني صبت عليه الماء باش ما يكحالش. هانتوما العظومه راه ما كيخرجوا صراحه هكا، ما فيهمش اللحم بزاف، فيهم زعما هكا. هانتوما صافي دابا غادي نمشي نصوبو هكا في الماء، وهانتوما مع الفيديو ما تمشيو فين، خليكم معايا وإلا عجبتكم الطريقه ديالي. المهم بعد ما دابا غادي نصوبو هكا في الماء وغادي نخليه المهم كما قلت لكم نهار او يومين، وغادي نبدل عليه هذا الماء هذا. هو صراحه غسلوا الماء ديال البير باش ما كيضيعش، لانه هذا الماء هذا ديال السوده دغيا غادي يهبط باش ما كيضيعش. هو الماء ديال البير صراحه كيبقى مده طويله. المهم دابا غادي نمشي نصوب له هكا يعني نحيد له هذا الماء هذا، وغادي نديرو في شي صبيره ولا شي حاجه وانتم معايا. فكانت صراحه تجربه زوينه، طريقه ديال الزيتون على الطريقه ديالي. ان شاء الله باذن الله منين يطيب بحال هكا غادي نشارك معكم النتيجه الاخيره ان شاء الله باذن الله في فيديو اخر. دابا بعد ما غادي نصوبو هكا في الماء، ما صبت له لا ملح لا حتى شي حاجه، وخليكم مع الفيديو، نتمنى يعجبكم وما تنساوش لايكات. هانتوما هذا عمرته هنايا في هذا السطل هذا. هانتوما هذا راني صوبته اللي تقبت بداك ديال الثومه. هانتوما يعني عمرت هذا السطر ما عامرش، انا غير ملي صوبت الماء يعني طلع لي هنايا هذا. شوفوا تبارك الله ما شاء الله الحبه قداش ديالها. هانتوما فاش غادي نبعد شفتوا الحبه ديال الزيتون قداش كانت تبارك الله ما شاء الله. فدابا صوبته في هاد القرعه هذه، غنخليه تقريبا شي يومين وعاد غنبدل عليه هاد الماء هذا، وغادي نصوب له هكا الملحه. راني غسلته حيت له داك الماء اللي صوبت له قبيله، غسلته مزيان وعاد عمرته هنا في السطوله، وغسلت له هاد السطوله هذا وصوبته. هادي عاوتاني كما كتشوفوا حتى هي كذلك. المهم كان هذا هو الفيديو ديالي. لو وصلتوا حتى لهنا ما تنساوش لايكات ديالكم والتعليقات، ومرحبا بكم الف مرحبا. المهم تسناو الزيتون ما يطيب ان شاء الله باذن الله، ونولي نصور معكم هكا شي فيديو، نكون كنصور شي حاجه ونوريكم الزيتون. ومرحبا بكم ونقول لكم السلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله باذن الله. مع السلامه.